ما تضيعش وقتك في مذاكرة البرمجة بالطريقة دي. من الشكاوى اللي بتجيلي دايما هو ان انا ذاكرت وفهمت الشرح النظري لكن انا لسه مش عارف اقرا الكود، وبفضل باصص للكود مش عارف ابدا منين. الحقيقة ان الحل ممكن يكون في خطوات بسيطة جدا. اول حاجة ان انت تفصل ما بين ان انت تفهم الفكرة وان انت تكتب كود. يعني قبل ما تلمس الكيبورد هات ورقة وقلم واكتب الفكرة بتاعتك وقسمها لافكار صغيرة وخطوات. تاني حاجة ما تبداش من صفحة بيضاء، ممكن تجيب كود جاهز وتبدا تعدل فيه وتفهم الفكرة وتكتب انت حاجات زيادة وتشوف بنفسك الناتج بتاع الكود ده ايه، لان حتى لو الكود باظ انت هتتعلم. ثالث حاجه حل تحديات كتير، ادخل على مواقع زي كود وورز مثلا او المواقع اللي شبه كده، حل المشاكل الصغيره. حتى لو اخترت اسهل حاجه طريقه كتابتك للسنتكس هتختلف وهتبدا تحس ان انت بقيت فاهم السنتكس اكتر وبتكتب بشكل كويس. والاهم من كده انك هتفهم ازاي تديبج وتمشي ورا المشكله وتفهم حلها ايه. وطبعا ما تنساش تستخدم الاي اي، حاول تواكب التطور، خليه يقترح عليك مشاريع، يكتب لك افكار تطبق بيها الكود، يعمل لك كود ريفيو على الكود بتاعك ويشرح لك الغلطه فين. وبس كده، احفظ الفيديو عندك وطبق الخطوات دي وانت بتذاكر. ولو محتاج دليل عملي يساعدك على المذاكره لحد ما تدخل سوق العمل ان شاء الله، اسال على كتاب من تايه لمبرمج، اكتب رقم 200 في التعليقات وهبعت لك التفاصيل حالا.